شفتوا ابراهيم عيسى؟ مال ابراهيم زفت، ما لسه من فتره كان هيقول لك انا هنقدس البقر عشان تحلف. ايوه هو ده. هيقول لك اسس مركز تكوين وهشكك في الدين كله. الواد ده من الهند ياك؟ لا يا عم من مصر. من مصر. طب والاسس ده هنا برضه ولا في الهند؟ لا هنا في مصر. ايه الهوايه اللي علينا وعلى اللي جابنا دي، ومفيش حد عليك دم جاي للناس ده حاصل؟ لا يا باشا مفيش، والمصيبه كمان مش واحده، ده معاه اسلام بحيري. مين؟ اسلام بحيري. مش ده اللي اتحبس في ازدراء الاديان؟ ايوه. شكك في صحيح البخاري وقال عليه تراث عفن. هو ده. ما هتلم تنتون على تنتن، ولا نافع تنتون ولا نافع تنتن، اتلم الخايب على اتنين خايبين. اي والله، ومعاهم كمان فريده الشباشي. فريده الشباشي؟ ايوه يا باشا. مش دي اللي كانت طالب بخلع الحجاب؟ ايوه. ايوه. بوش لك مع الخميره من البيت ده، امال لو عدل قوي. ده لو كان في خميره في البيت اصلا. لو كمان يوسف زيدان. يوسف زيدان؟ لا اشرب استله واعمل لك مله. الله ينور عليك. يعني هم عاملين لهم مله جديده على كده. بالظبط. وايه تاني؟ مركز تكوين ده يا باشا هيدعو لله دين، يعني مش عايزين دين، وهيشكك في السنه، وهيشكك وهيقول لك ان الخمر حلال، وحاجات كتير تعودنا وتربينا عليها ان هي حرام، هم هيحللوها. لا حول ولا قوه الا طب بالله الناس دي فايده؟ العظيم. لا حول ولا، الناس دي مش هتتحاسب ليه؟ هو ابراهيم عيسى ده اصلا من اول تصريحاته من ساعه ما طلع على الميديا وهو مضاد للدين. تعرفش الواد ده ايه ديانته بالظبط؟ خالف تعرف يا حاج. خالف تعرف. الناس دي فايقه وفاضيه للدرجه دي ما لقالهاش حاجه تتكلم فيها. لا نحاسبوهم احنا يا حاج سمير. نحاسبوهم احنا يا باشا. كانت حسب من الاول، ده المفروض مكان دول الجراءه اللي وصلت بيهم للدرجه دي. أيوة. ان هم يطلعوا ويتكلموا يعملوا مركز ويشككوا في الدين وفي السنه. أيوة. أيوة. عشان ما تحسبوش من اول مره، كان المفروض يدق على راسه. وخلي بالك برضو المركز ده هيشكك اطفالنا. هو اللعب تكوين يعني الاطفال صح؟ بالظبط، عايزين يدمروا الاجيال. الجيل القادم في الدين والقران والسنه والاحاديث هم شافوا ان الكيان المزعوم اللي احنا ما ينفعش نذكر اسمه عشان احنا اشرف من ان احنا نذكر اسمه، نمى القضيه بين الاطفال بتوعنا وعرفهم ان الاجيال الجايه دي احنا لينا ارض مغتصبه ولازم نرجعوها، فدلوقتي هيحاربونا نفسيا تاني بس في ديننا كله. طب ومين ممول الناس دي؟ الله اعلم. لا يا اخي، طب اجيب الفلوس دي من وين؟ انا مش عارف. مش عارف. ابراهيم عيسى ده مش مرتي اصلا، يعني معاها شغل وشركات مشبوهه. ده عالدير اصلا منظمه مشبوهه، محدش عارف تمويلها من وين. ومحدش للناس تسالها خالص من اين لك هذا ولا بتاع. حساب وعقاب. طب دقيقه يا حاج سمير. طب البلد مش فيها علماء؟ مش فيها ازهر؟ مش فيها شيخ ازهر؟ طب دول يتكلموا على اي اساس؟ مش عارف. السفهاء ما اعرفش والله. خريين ودات. هم يظلمهم دول في الدنيا يعني. انا ما اعرفش والله العظيم. هو الوظيفه بتاعته مفكر. سيبه مشاكل البلد كله. مفكر ايه على ده؟ هيفكر من تحت ده هيفكر ايه؟ لا يا سمير، احنا كلنا نفكروا فينا بخوه. بس الصح صح والغلط غلط، والكلام اللي هم عاملينه ده غلط واكبر غلط، وهيرجع بالسلب على اطفالنا. الرساله باينه واضحه وصريحه يا عم سمير. يا باشا الناس دي المفروض تتحاسب بالورقه والقلم، مش يتقفل. مش يتقفل. مركز تكوين اللي عاملينه لا يتقفل، يبقى هتطلعوا لهم بهوله ثاني 3 4 سنين ثاني. وكمان 3 4 شهور. ليه 3 4 سنين؟ ما كل واحد مالي في بلاء، كل واحد مالي قضيه. هم دول بلاء اصلا، هم دول اتنين دول، والناس دي دول بلاء اصلا علينا احنا. بدل ما هم كل شويه والتاني عشان ما تحسبوش على القديم، يتحاسب على القديم يتحاسب على الجديد. طب دقيقه يا حاج سمير، اسالك سؤال انا. اتفضل. في حد ممولهم في اعلانات يعني وفي يا باشا دول شغالين ترويج بميزانيه مفتوحه، ما حدش عارف مصدرها ايه، وعاملين على كل منصة صفحة وقناة، عايزين يوصلوا لكل بيت مصري، عايزين يدمروا كل طفل مصري. يعني عايزين يشككونا في الدين. بس مش عايزين يبقى عندنا دين اصلا. ليه يا عم؟ ده هم اللي ما لهمش دين. اخترعوا لهم دين جديد. طب يا عم انت لو ملحدين ولا مقندلين، شوفوا لكم بلد والحدوا فيها زي ما انتم عايزين، وما لكمش دعوه بينا، سايبونا في حالنا يا اخي. مين يسيبك في حالك؟ احنا ديننا عجبنا ولدت علينا والحمد لله وزي الفل و100 فل 14. الحمد لله على دين الاسلام. ما تبعدوا بعيد مننا اشكال بارده على الصبح. تعبتونا يا مدلدلين. تعبتونا. طب انتوا وراكمش شغل ولا مشغل يعني؟ كل يوم والتاني هتطلعوا لكم الفيلم احنا وراكم، وعلماء الدين وراكم، والازهر وراكم، والشيخ الطيب الشيخ الطيب شيخ الازهر وراهم برضه. مصر بلد الشيخ الشعراوي والشيخ الطيب. العلماء يا حاج سمير والعلماء والشيخ صديق المنشاوي. منارة العلم في الشرق الاوسط. ايوه منارة العلم. طب فيها الاشكال دي موجوده؟ والله العظيم حرام. انت عارف مين والله المفروض دول يتحبسوا عليهم، يتحبسوا مؤبد كامل، مش يتحاسبوا. حاج سمير انت عارف مين اللي مرجعنا ورا؟ الاشكال الضاله اللي زي دي. خالف تعرف، لازم الناس دي تتحبس وتتحاسب على كل كلمه قالتها.